نتكلم بقى في الفيديو ده على ال different pricing strategies او استراتيجيات التسعير المختلفة بس بالتفصيل بقى ان شاء الله. طيب اول حاجة اسمه competitive pricing strategy، دي مبني على المنافسة. يعني بيجي مثلا صاحب البيزنس وعايز يختار السعر للمنتج او الخدمة، فبيشوف مين التوب competitors او المنافسين الرئيسيين التوب يعني في الماركت، ويبتدي يشوف اعلى سعر واقل سعر ويجيب الافريج او المتوسط بتاعهم. في الحالة دي ممكن يعمل التسعير يكون مساوي للافريج، وممكن يعلي عنه شوية وممكن يخفض عنه شوية. بيكون الهدف في الاستراتيجي دي ان هو مش عايز يبعد عن اسعار المنافسين قوي، عشان الناس ساعتها مش هتروح له، هتروح للمنافسين الاخرين، خاصة يعني لو سعرهم اقل. فبيبقى التسعير في الحالة دي مبني على اسعار ال other competitors او المنافسين الاخرين. طيب دي one of strategies. الاستراتيجية التانية اسمها price scamming. عارفين ان سكام معناها ايه؟ اللي هو زي عارفين لما حد كده زي مثلا لما حد يقدر يطلع زي مثلا القشطة من اللبن، او لو جاست سكام يطلع علينا انه بيبقى في سيجمنت معين او شريحة معينة من العملاء بيتم استهدافهم بالمنتج ده او الخدمة دي. يعني المنتج بيتم تسعيره initially كده بشكل مبدئي بسعر مرتفع high price، لانه صاحب البيزنس بيكون بيستهدف سيجمنت معينه او شريحه معينه من العملاء اللي هم بيسموهم less sensitive to prices. في حاجه اسمها price sensitivity يعني او الحساسيه للسعر. في ناس بتبقى اقل حساسيه للسعر شويه، بمعنى السعر لو ارتفع هيشتروه برضه. مثلا بيبقى الناس دي مثلا purchasing power او القوه الشرائيه ليهم مرتفعه، او ان البرودكت ده مثلا او المنتج ده بيمثل need احتياج. يعني زي الماتسنز مثلا، زي الادويه، فشخص محتاج الدواء عشان ما يحصلهوش complications مضاعفات، فحتى لو سعره ارتفع هيشتري. دول الناس اللي هم less sensitive to prices. بس خلينا نقول ان just البيزنس اونر في الحاله دي بيعمل التسعير مرتفع، بس over time بيبتدي ان هو to reduce the price، بيبتدي يقلل السعر بعد كده. بس بيدخل بسعر مرتفع لما يكون في high demand، في طلب مرتفع على البرودكت بتاعه مثلا المنتج بتاعه. في نفس الوقت مفيش competitors قوي، يعني مفيش منافسين اخرين، يعني مفيش competition في الماركت، مفيش alternatives، مفيش بدائل ليه. فبالتالي بيبقى داخل كده مش قلقان ان هو يدخل بسعر مرتفع، لان هو عارف ان في طلب مرتفع وفي نفس الوقت مفيش منافسين اخرين، او المنافسه تكاد تكون ضعيفه جدا، فواي نوت ان ادخل بسعر مرتفع. لكن عبر الوقت بيبتدي بقى يستهدف شرائح اخرى من العملاء، اللي هم الناس اللي هم more sensitive بقى، الناس اللي هم بيسموهم كمان cost conscious buyers، ان هم الناس بيبقوا يعني very careful about just spending money، يعني بيبقوا حريصين في انفاق الفلوس شويه ومنتبهين لفكره التكلفه اللي هيتحملوها. فهو بيبتدي يستهدفهم بعد كده، فيبتدي يقلل السعر، لكن في البدايه بيدخل سعر مرتفع بالشروط اللي احنا قلناها اللي فاتت بالذات. دي اللي هي scamming strategy. ندخل بعد كده وراها اللي هي penetration pricing strategy. دي مختلفه بقى، لان دي بيبقى عايز يعمل عمليه توغل في الماركت، يتوغل في الماركت، فما ينفعش يدخل بسعر مرتفع. ده بقى بيدخل بالناشونال برايس بيكون لو، يعني سعر منخفض، لكن اوفر تايم ممكن انه يرفع السعر، بعد شويه بقى يرفع سعر. بيدخل ممكن الكواليتي بتاعت البرودكت بتاعته تكون مرتفع عادي، يعني مش معنى ان هو داخل بسعر مرتفع منخفض ان هو الجودة بتاعت المنتج ضعيفة، لا خالص. هو كل الحكاية ان هو عايز يستحوذ على العملاء، خاصة لما يكون في strong competition، منافسة قوية، يعني في competitors، في alternatives، في بدائل. فلو دخلت بسعر مرتفع الناس مش هتسيب المنافسين ويجولي، بس انا عايز الناس تجيلي، فلازم ادخل بسعر منخفض عشان اقدر احصل على ماركت شير او حصة سوقية مرتفعة يعني، وان انا استحوذ على هؤلاء العملاء. فيبتدي يدخل بسعر منخفض، وكمان هو لسه بيسموه نيو انترنت، يعني هو لسه واحد داخل جديد مش معروف، لسه الناس مش مدركه ليه قوي، مش مدركه لجوده المنتج لسه. زي ما بيقول يعني بيبدا خطواته الاولى، فما ينفعش يدخل بسعر مرتفع، خاصه انه في كومبيتيشن، في منافسه. فبيدخل بسعر منخفض، لكن بعد فتره لما الناس تعرفه كويس وتبتدي يبقى عندها لويالتي او ولاء ليه، وبداوا يبقوا مهتمين جدا بالمنتج بتاعه، بيبتدي يرفع منتج على اساس خلاص الناس عرفتني وعايزاني ومقتنعه بالبرودكت والكواليتي بتاعتي، فيبتدي يرفع السعر بعد كده، لكن بيدخل في الاول بسعر منخفض.
ده النوع الثالث. طيب ندخل بقى في النوع الرابع اللي هو الايكونومي برايسنج استراتيجي. دي سياسة تسعير اقتصادية شوية. عارفين المنتجات بيسموها منتجات اقتصادية؟ دي بيبقى فيها منتجات اللي هي فيها هاي ديماند، فيها طلب مرتفع، بس في نفس الوقت الشخص او صاحب البيزنس بيدخل بسعر منخفض عشان يبقى افوردبل، او نسبة كبيرة من الناس او شرائح كبيرة من الناس تقدر انها تشتريه. في حاجة اسمها no frills products or services اللي هي بيبقى خدمة او منتج سعره منخفض بس بيديك الحاجة البيسك، يعني بيديك الحاجة الرئيسية، لكن الحاجات الاسينشال الرئيسية يعني، لكن اي حاجة زيادة مش مهمة قوي هيشيلها لك. يعني مثلا في الايرلاينز بتتعمل بالذات اللي هي البادجت ايرلاينز اللي هي بتبقى رحلات مخفضة السعر شوية، بس في المقابل يقولك مثلا مفيش فري ميل، يعني مفيش فري فود اور درينك مثلا، لا you have to pay for it، يعني عايز تطلب وجبة مش هتاخدها مجانا، فبيشيلك الحاجات اللي مش اساسية قوي. اهم حاجة ان يديك الحاجة الاساسية بسعر منخفض. الحاجات ليها علاقة بالانترتينمنت مثلا ترفيه فهنشيلها، فعشان نديك الحاجة اقتصادية يبقى سعرها منخفض تقدر ان انت تتحمل تكلفتها، بس هنديك الحاجات الرئيسية بس. الاستراتيجي دي بيستخدمها لما يكون في هاي ديماند زي ما قلنا، ولما كمان في شرطين او في حالتين كتير بيستخدم فيها الحالة دي، ان يكون البرودكشن كوست مش مرتفع، منخفض، هو ما تحملش اساسا تكلفة عالية قوي في الانتاج، فبالتالي بيبقى ما عندوش مشكلة ان هو يعمل التسعير ده، لان لو هو اتحمل تكلفة عالية في الانتاج وعمل التسعير ده هيخسر جامد قوي. الحاجة التانية ساعات بتبقى في اللو كواليتي شوية برودكت اور سيرفيس، بس مش لازم تكون معناها ان الجودة منخفضة يعني، لكن مش احسن حاجة، يعني في حاجات تانية اعلى منها، فيدخل هو بسعر منخفض يكون الى حد ما متناسب مع الجودة اللي بيقدمها، مش معناها انها جودة رديئة، بس انه في ممكن بدائل اعلى جودة. فدي ال economy pricing strategy. اوكي ندخل على النوع اللي بعده 5. حاجة اسمها cost plus pricing. دي سهلة قوي وبسيطة جدا. دي كل حكاية هو بيحسب البرودكشن كوست، سعر التكلفة كام، وبعد كده يبتدي يحسب البرسنتج او النسبة المئوية من الارباح اللي هو عايز يحققها ويضيفها اليها، ويبقى هي دي عملية التسعير بيسموها مارك اب. يعني المارك اب دي اللي هي بيغطي الاوفر هيدز، يعني او المبلغ اللي بيحطه التسعير بيكون بيغطي النفقات او النفقات العامه او النفقات اللي هو انفقها يعني في التكلفه، وفي نفس الوقت بيكون مضاف اليها نسبه الربح اللي هو بيستهدف تحقيقها. ف دي اللي هي cost plus pricing يعني. اوكي هندخل بعد كده على حاجه اسمها value based pricing، ودي قبل الاخيره. the way your customers perceive or value your product or service. يعني هو بيعمل عملية التسعير بناء على العميل بيشوف المنتج او الخدمة بتاعتي ازاي، بيقيمها ازاي او بيدركها ازاي. والله لو شايفها انها هاي كواليتي فاوكي واي نوت بقى ان احنا نرفع السعر، ما هو شايفها اصلا جودة عالية. لو شايفها لا اوكي يبقى هنقلل السعر. لو شايف ان في بدائل اخرى، لو شايف ان المنتج بتاعي مميز very attractive جاذب جدا ليه، ملهوش بدايل، يونيك، حاجة جديدة نازلة كده الماركت ما فيش حد تاني بيقدمها، فبيعمل عملية التسعير بناء على ال customer perception او the way he values يعني ال product or service، بيقيم المنتج او الخدمة. اوكي واخيرا dynamic pricing strategy مش ثابتة، دايناميك متحركة متغيرة، يعني حسب التغير مثلا في العرض والطلب والظروف الأخرى. يعني مثلا في طلب مرتفع، طب اوكي ناس كتير عايزة منتج فيروح رافع السعر، لقيت الناس بدأت تبعد عني وتروح لآخرين والطلب بيقل، فكده هخسر، لا طب انا هقلل السعر. الناس رجعت تاني وبدأوا يشتروا من عندي، طب نرجع نرفع السعر. فدايناميك بقى مش هيبقى ثابت على حاجة معينة. دي الاستراتيجيز الأساسية. معلش الفيديو كان طويل شوية، بس يعني كنا بنحاول ان انا اقول الاستراتيجيز الاساسية المفروض اي حد في مجال الماركتينج او بيزنس يكون عارفها. شكرا.